تخيل نفسك تنام وتقعد تلقى الدنيا متطورة والناس تختلف، والمدينة اللي كنت عايش بيها تغيرت. بعدين تكتشف روحك نايم 300 سنة. ايش راح تسوي؟ اللي راح احكيه هسه هو مو شي خيالي، اللي راح احكيه هسه عبارة عن قصة حقيقية، واللي حكاها إلنا هو رب العالمين بالقرآن الكريم. اليوم راح احكي لكم قصة أصحاب الكهف اللي ناموا وقعدوا لقوا نفسهم نايمين 309 سنوات.